يا هلا وغلا بيكم من التسريحة المتواضعة بتاعتي. الحقيقة مش جاية بس أكلمكم عن البرودكت اللي هي مفضلة بالنسبة لي، أنا جاية أكلمكم عن مبدأ لطيف قوي. أنا ما بقتش بحب يكون عندي حاجة أكتر من احتياجاتي. يعني أنا عارفة إن أنا المفروض أبقى بجرب حاجات كتير وبشارت وكده، حتى لما بيجيلي حاجات ما بسيبش عندي أكتر من اللي أنا بستخدمه. وبجد ده بقى بيخليني مرتاحة قوي، بيخليني اللي هو بجد انا بهتم ببشرتي بس انا مش تايهه وسط مليون الف برودكت، بقدر اعرف فعلا البرودكت ده اذاني ولا لا. فانا الصراحه حاسه ان انتي كمان يعني الفيديو ده ليكي عشان تعرفي محتاجه بس تجيبي اللي محتاجاه، مش محتاجه يبقى عندك كميه السكين كير اللي بنشوفها، مش محتاجه يبقى عندك كميه البرودكتس اللي بنشوفها. اي نعم في حد قال لي عادي لو غسلتي وشك بالصابونه ووشي متبهدل بس اتس اوكي لا هاتوا غسول بصراحه لو وشي اتبهدل من الصابونه. فالواحد بقى بيفكر يعني it worth it، يعني انا عندي غسول ليه اروح اشتري غسول تاني؟ فمش توفير، ولكن انا مش حاسه ان انا محتاجه يبقى عندي حاجات كتير قوي ما بستخدمهاش. فطبعا انا بشغلي ساعات بيجيلي حاجات، ساعات ببقى محتاجه اجرب حاجات، حتى لما بجيب ده وبجربه لو انا مش حاسه ان هو urgent او مش هستخدمه دلوقتي يبقى بديه لحد كجفت، يعني خلاص مش بسيب كميه حاجات كتير عندي. فحاسه ان دي حاجه مهمه قوي، طالما انت مش ده شغلك او مش مضطره يبقى عندك برودكتس كتير، لازم تعرفي ان بجد انت بس تجيبي اللي محتاجاه واللي انت حاسه ان انت مبسوطه بيه، مش تجيبي كميه حاجات كتير وخلاص وتقعدي تحطي مليون الف حاجه. ولكن خلوني في الفيديو ده اشير معاكم اكتر الحاجات اللي انا بحبها، بما ان هي قليله قوي فحاسه ان هي تبقى حاجه لطيفه قوي ان انا اعمل الفيديو ده. فبليز كيب واتشينج واعملوا حاجه تشربوها، وتعالوا اقول لكم سريعا ايه الحاجات اللي انا بحبها. انا هبدا ببراند، يعني البراند دي اسمها ماتري سكين. اوكي، ماتري سكين البراند دي. انا استنوا اجيب باقي الحاجات ماتري سكين انا جربت منها كذا حاجه. ده الغسول كان جاي لي جيفت مع برودكت، وده الاسيد سيرم. اوكي، وكمان جربت فيتامين سي هحط لكم صورته هنا، والاي كريم. بجد البراند دي من البراند المفضله بالنسبه لي، وعلى ما انا فاكره هما مستخدمين تكنيك معين جديد لعلاج البشره، بس انا لما كنت بنتظم على حاجات ماتري سكين بجد فعلا ما كنتش بحس ان انا محتاجه ميك اب كتير، ما كنتش بحط اكتر من كونسيلر. فاكتر براند انا الفتره الاخيره حبيتها، مش من ضمن المقاطعه، وفي نفس الوقت الافكت بتاعها حلو قوي، واول مره جات لي جفت بعد كده بقيت بشتريهم. بصراحة سعرهم ممكن يبقى عالي شوية، بس الحلو ان انا بجيب دايما من صحتي كير. صحتي كير دايما بتعمل اوفرز، يعني انا بقول لكم انا اشتريت ده خدت الغسول هدية فساعات بتعمل اوفرز، بس تبقى محتاجة تبقي متابعة دايما لان الاوفرز بتاعتهم بتخلص في ثانية. وكمان انا ليا كود عندهم على صحتي وعلى لوليا كلوزت، معظم الحاجات هتلاقوها من هناك، والكود بتاعي بيديكوا 10% مهما اشتريته. لو اشتريتي ب1000 هتاخدي 10%، 2000 10%، 3 10%. فماتري سكين بجد من البراندز اللي انا حبيتها قوي قوي قوي. اوكي، طيب تاني حاجه من مفضلاتي اللي انا يعني حبيتها جدا ده وده يا جماعه ماما مديهوني انا معرفش عنه اي حاجه، بس لما نزلته عندي على الانستجرام مره في بنوته قالت لي ان هو من دي اسمها ايه سنيل، وفي دهب. فده السيروم ده انا بصي بخاف اخلصه، بعد كل فتره كده ببقى بستخدمه واقطعه واستخدمه واقطعه. حلو جدا جدا. هو تقريبا كوري لان مكتوب عليه بالكوري، فلو هتلاقوه في اي حته دوروا عليه وهاتوه. حاجه كمان استخدمتها الفتره الاخيره هي الكونديشنر بتاع ايفا اللي بالمارشميلو. ريحته قمر، ريحته قمر وبحبه قوي، بحس ان هو بيطري شعري وتحفه. طيب انا جيت كنت مخنوقه قوي من شعري عشان كنت عامله فيه تريتمنت وبعدين عملت فيه صبغه فشعري كان محروق، وانا كنت مخنوقه منه جدا. رحت قايمه شايلاه كله، يعني كله اوكي. وبعدين ندمت شويه كنت عايزه اطوله، بدات استخدم الزيت بتاع رو افريكان، كان عندي من زمان كنت جايباه لخديجه. والله العظيم مع شعري الحمد لله طول، انا حتى مضايقه ان هو طول لو انا كنت مبسوطه بيه شويه هو قصير، بس هو ما شاء الله طول وفي وقت يعني قصير. انا استخدمته بالظبط 3 مرات، فانا منه مش عارفه، بس إيه اهو ده شكله. برضو هتلاقوه موجود على لوليا كلوزت او ممكن تجيبوه من اي صيدليه يعني براحتكم. طيب
حاجه كمان، طول الصيف كنت عماله اجرب ديودرنت، مفيش حاجه عجباني. ليه؟ معظمهم ليهم روايح بتغير ريحه الجسم اصلا، يعني هي بتضايقني. تمام. ما كانش فيه غير فيتشي ومعرفش بصراحه هو مقاطع ولا لا، وغالي قوي. فكنت مره في السوبر ماركت فقلت هجيب ده. اوكي، حلو قوي بجد. انت فعلا بتقعدي 48 ساعه ريحتك تحفه، ما حسيتش ان بيبقى فيه ريحه عرق، مفيش اي عرق، بفرهد نفسي وعادي. كمان هو ريحته ريحه باودر كده، ريحه بيبي باودر، يعني ريحه نظافه كده، ما فيهوش اي ريحه ولا بقى ليمون ولا رمان ولا الحاجات الغريبه دي. فحبيته وبيقعد كتير، وفعلا فعلا 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 بيقعد 48 ساعه وساعات اكتر، انتي ريحتك زي الفل. فده حبيته قوي، اسمه ديجري. انا معرفش البراند دي خالص بصراحه. ايه كمان من الحاجات برضو اللي لسه جايالي، دول جايين لي جفت، بس انا من ساعه ما الشتا دخل وانا ترطيب مش قادره اقول لكم. لما باجي اعمل حواجبي بتطلع قشره من كتر ما وشي ناشف وميه قليله وكده. فجالي المرطبين دول، ده من سكينوفا. اوكي، بنسينول اهو. تمام. ده فيه كل ما هو مرطب، بنسينول بقى وفيتامينز وحاجات كتير قوي. ده المفروض ان انت بترجيه كده وبتبداي ان انت ترشي منه. ده حلو قوي. طب ده ترطيبه تحفه، وبحطه قبل الميك اب على طول. ليه؟ لانه مش بيعرق الوش، يعني وش بيمتصه بسرعه، حتى تحسي ان هو ناشف كده، مش ميه. طبعا بايو اويل، ده اللوشن بايو اويل. انا دايما كنت بجيب الاويل. يلا يا عم اهو. اوكي، باين ماشي. هو ده للجسم، ترطيبه خطير، ترطيبه خطير خطير خطير. في الشتاء تحفه، للكوع للركب للجسم كله. وجربته مره على بشرتي، بس بتبقي مش نازله لان هو بس الجسم مش بيمتصه بسهوله زي مثلا ده. فتحفه قوي يا جماعه بجد. دول اكتر مرطبين انا بستخدمهم دلوقتي في الشتاء، وخصوصا ده بتاع بنسينول بستخدمه لوشي اكتر من بايو اويل طبعا. فالاثنين دول كومبو لطيف قوي يبقى عندك. فحلو قوي. كمان كان في اوفر من ده باي 1 جيت 1 فور فري، فممكن تعملي مع صاحبتك. اخر حاجه، لا اخر حاجتين برضو هما من سكينوفا. انتوا عارفين المقاطعه خلتنا ندور على براندز. بجد انا اكتشفت ان في براندز احلى مما احنا نتخيل، يعني براندز مصريه وبراندز يعني مش تبع المقاطعه، بجد تحفه. برضو سكينوفا ده جبت منه السان سكرين، حلو قوي وفيه فيتامينز وبيرطب البشره وحلو جدا. هو ده. اوكي. وكمان من عندهم جربت حاجتين من سكينوفا، انتوا هتلاقوني اصل عشان خلصته. بتاع ليف ان بتاع الشعر الكيرلي، بستخدمه لخديجه، حلو قوي، بيفضل الشعر معمول الكيرلي ثابت فيه فتره كبيره. وكمان الشامبو بتاعهم بيطري شعر جدا. فدي حاجاتي اللي انا بستخدمها كل يوم، مش ببقى محتاجه اي حاجه تاني. فهي دي الحاجات اللي انا بستخدمها، هي دي مفضلاتي طول السنه. في حاجات خلاص رميتها، استخدمتها ورميتها. في غسول جبته ورميته، غسول شان بحبه. في غسول فيشي بحبه، بس مش عارفه فيشي مقاطعه ولا لا، كنت بجيبه من زمان اللي هو الاخضر، حلو قوي لو بشرتك بيطلع فيها حبوب. فدي يا جماعه كانت مفضلاتي لعام 2024. مش عارفه في 2025 هتبقى ايه الدنيا. حبيت اشارككم. وما تنسوش المبدا اللي اتكلمنا عليه، دايما 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 ديكليتر يور حاجات، ديكليتر حاجاتك، وخلي دايما عندك بس اللي محتاجاه. عشان بجد الدوشه دي، واوعي تتعقدي من السوشيال ميديا وتحسي انك محتاجه يبقى عندك حاجات كتير خالص. هاتي ابسط حاجات انتي محتاجاها ودلعي نفسك وبس. بحبكم قوي 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 قوي. استنوا الفيديو الجاي. باي.